الحمد لله غافر ذنوب المستغفرين وقابل التوبة عن التائبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها المستغفرون، يقول الله عز وجل لنبيه الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي أخبرهم أن لهم ربا عظيم العفو حسن التجاوز واسع المغفرة شامل الرحمة، ينادي عباده قائلا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولقد تعلق أكرم عباد الله تعالى من أنبيائه ورسله برحمته عز وجل، وسألوه من عفوه ومغفرته، فكان نبي الله نوح عليه السلام يطلب المغفرة من الغفور الرحيم لنفسه ولأهله ولأمته صلى الله عليه وسلم، فيقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ونادى نبي الله إبراهيم عليه السلام ربه قائلا: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال كليم الله موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في كل أحواله وجميع أوقاته استجابة لقول ربه: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الغفور الودود الكريم الجواد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها المؤمنون المستغفرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له. فمن لزم الاستغفار وأكثر الرجوع إلى العفو الغفار غفر له وتاب عليه ورزقه من حيث لا يحتسب وكتبه في الآخرة من الفائزين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، سنصلي صلاة الاستسقاء بعد أن نصلي صلاة الجمعة، وأقم الصلاة.